مرة واحدة قامت رافعة صباعها في الهواء وقالت بإشارة من صباعي أبقى هي، بإشارة من صباعين أبقى نصها، بإشارة من 3 أرجع أنا. في تالت ليلة للأميرة في القصر، الولدين قرايب الملك سمعوا دوشة وأصوات غريبة كده جاية من أوضة الأميرة، وبين أوضتها وأوضتهم حيطة. هما فضلوا ينكشوا في الحيطة كده لحد ما لقوا شق صغير على جنب في الحيطة. طبعا كان عيب إنهم يبصوا، بس هما بصوا من الشق اللي في الحيطة، لقوا الأميرة واقفة في الضلمة مرعبة قدام مرايتها بتكلم نفسها، بتقول كلام غريب مش مفهوم، لحد ما مرة واحدة قامت رافعة صباعها في الهواء وقالت بإشارة من صباعي أبقى هي، بإشارة من صباعين أبقى نصها، بإشارة من 3 أرجع أنا. وأول ما خلصت الكلام طرقعت بصوابعها رجعت لهيئتها الحقيقية المرعبة. العيال عملوها على روحهم، المية دخلت لها من تحت الحيطة. المهم أول ما اتحولت سقفت بإيديها، ساعتها باب سحري غريب اتفتح من الارض وطلع منه 3 عمالقه شبهها بنفس ليفل غياب الجمال، وكل واحد فيهم كان شايل شوال لحمه. حطوا الشواله قدامها على الارض، ودي شمار بقى ما اكلتش بقى جايه من سفر وما دقتهاش من ساعه ما جت، ونزلت هتتك بتتك ما بتمضخش، في ثانيه كانت ناسفاهم. العيال بقى شافوا المنظر ده فقدوا النطق. المهم عروستنا الحلوه الاموره اتسحرت وقامت مسقفه. ال3 عمالقه خدوا الشويله الفاضيه ورجعوا من الباب، والباب اتقفل واختفى. برغم من ان قرايب الامير شافوا كل حاجه، ولكن الرعب اللي كانت عاملاه لهم خلاهم ما يقدروش يفتحوا بقهم بكلمه. في نفس الليله عمر كان في اوضه لوحده ومعاه الناني بتاعته. الست طلعان عينها بتحاول تنيمه، الواد مش راضي يسكت، عايز ماما عايز ماما. مره واحده الناني سمعت صوت وراها واتفتح من الارض باب سحري غريب القلعه دي منفذه على حاجه تقريبا. المهم خرج من الباب ده ست منوره زي الملايكه غايه في الجمال، ومتكلبشه من ايديها ورجليها ووسطها بسلاسل نازله لحد الباب تحت، والممرضه من المفاجاه والمنظر اتسمرت مكانها. المهم من غير ما تقول الممرضه ولا كلمه، الست السحريه بتاعت الباب السحري دخلت على عمر، واول ما شالته في حضنها الواد سكت ونام، والمملكة نامت أخيرا ليلة الحمد لله. وقبل ما يفوت 5 دقايق السلاسل دي قعدت تتحرك، فالست قامت رايحة حاطة عمر في سريره وسابته، وبكل حزن رجعت من الباب والباب اتقفل واختفى. كل ده والممرضة مذهولة. وعدى اليوم والممرضة ما حكتش كلمة واحدة لحد عن اللي حصل. هي ايه الناس دي؟ لا بيجروا ولا بيحكوا، يخافوا يسكتوا يخافوا يتسمروا. المهم تاني يوم الباب اتفتح، الست خرجت شالت عمر خرس وسكت، السلاسل رجرجت، حطيته في السرير ورجعت مكانها. بس المره دي قبل ما تنزل لفت للممرضه وقالت لها فات 2 وفاضل 1. يعني ايه يا ست استاذ غسان؟ للاسف حلقتنا خلصت، فهنكمل القصه الرهيبه المثيره دي في حلقه بكره. حاجه طب انا عاوزنا ننيم الواد نعمل ايه؟ يا رب تحكي لحد المره دي. باي.